وهذا يقول هناك من يقول لا فرق بين أصحاب الفيوش وأصحاب صلاح الدين، إلا فروق كبيرة كثيرة حسية ومعنوية. فإن جئت من حيث الموقع هم في غرب عدن ونحن في غرب عدن وهم في شرق عدن، هذا أولا. وإن جئت من ناحية السنة فهم عندهم حزبية ونحن ما عندنا حزبية، وعندهم جامعة ونحن ما عندنا جامعة، وعندهم شحاتة ونحن ما عندنا شحاتة، وعندهم مدرستهم مرتبطة بوزارة التربية والتعليم ونحن مدرستنا مرتبطة بالكتاب والسنة، وعندهم أنهم يدافعون عن محمد الإمام الذي صار حاله مع الرافضة الحوثيين ونحن ما ندافع عنه، لأن الله يقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وكم نعدد لك من الأمور الكثيرة في الفوارق. فهذا من الظلم أن يقال أهل السنة مثل الحزبيين، وهم يكذبون أيضا، عندهم من الأمور أنهم يكذبون كذب صراح. فعبد الله بن مرعي الذي هو في رأس القائمة يقول قبل أيام أهل السنة يطعنون في العلماء، الحجوري وطلابه يطعنون في الشيخ الفوزان والعثيمين والباز، قال إنما في المجالس العامة ما يتكلمون، في المجالس الخاصة يطعنون في الفوزان. هذا كذب. متى سمعتم أهل السنة يطعنون في الفوزان؟ أهل السنة والجماعة لما سمعوا الشيخ الفوزان حفظه الله يتكلم في الشيخ الألباني ويتهمه بالإرجاء، ماذا قال أهل السنة عن الشيخ الفوزان؟ قالوا هذا عالم مجتهد، لكن قوله هذا ليس بصحيح، مع إجلاله واحترامه وتقديره، فضلا عن غيرها من المسائل. فهم يجلون علماءهم ويحبونهم ولا يطعنون فيهم، وهذا من الكذب. هذا من الكذب أن يقال في المجالس الخاصة نطعن في الشيخ العثيمين وفي الشيخ بن باز. ويقول أيضا يدافع عن عبد الرحمن بن جبرين ويتهم الذين يطعنون فيه أنهم حدادية، وهذا اتهام لكبار العلماء في هذا العصر الذين تكلموا في الجبرين، كالشيخ النجمي رحمه الله، وكالشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، وجماعة كثيرين تكلموا في الجبرين أنه يميل للإخوان المسلمين وعنده أخطاء. فإذن هم يكذبون في الخصومة ويفجرون. قبل أيام أو قبل فترة يقول الحجوري رجع إلى السياسة وأصحابه حلقوا لحاهم، هكذا يقول بصوته، وهذا لو سمعه بعض عامة الناس لقالوا هذا كذاب. الحجوري يفر من السياسة ومن أهل السياسة من بلد إلى بلد، وهو يفر بدينه، يفر بدينه، عرضت عليه المناصب والألوية وإلى آخر، وهو يهرب من مكان إلى مكان يريد العلم والتعليم، وطلابه مقبلون على العلم والتعليم في كل مكان من اليمن في دور الحديث ومساجد السنة، ثم يقال طلاب الحجوري حلقوا لحاهم وذهبوا مع السياسة.